تبونه يعني؟ لأنه صور. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا الموقع وتفصلنا ساعات عندما يقول نواب الأمة كلمة الحق وكلمة الأحرار، عندما يقول نواب الأمة رأيهم ورأي الأمة ورأي الشعب. وأنا بقول لكم إذا كان ناصر المحمد سيحتفل غدا احتفال الزور واحتفال الذل بالنجاح المزعوم، نحن نقول من هذا الموقع وباسم الأمة وباسم الشعب وباسم إرادة الأحرار نعلن سقوط ناصر محمد وحكومته. ناصر المحمد الذي اعتقد أنه سيضرب الدستور وأنه سيشتري الأحرار، ناصر المحمد الذي ضرب الكرامات، الذي أهان الأمة، الذي أهان أبناء الشعب الكويتي، ناصر الكرامات والحريات وامتهن البيوت كما حصل في بيت الدكتور جمعان الحربش. اليوم بيت جمعان الحربش هو بيت الأمة، هو بيت الشعب الكويتي. بيت جمعان الحربش اللي يعتقد ناصر المحمد أنه قد امتهنه ويكرم بيت الدكتور جمعان عن ذلك. غدا يوم الحرية، يوم الكرامة، غدا عندما يقول أبناء الشعب الكويتي بغض النظر عن العدد 21 22 23 ستكون كلمة مدوية وراح تكون البداية. راح نجعل ناصر المحمد يتحسف ويعض أصابع الندم عندما امتهن الدستور، وعندما دفع المبالغ، وعندما سجن عبيد الوسمي، وعندما سجن محمد الجاسم، وعندما سجن خالد الفضالة، وعندما سجن كل الأحرار، وعندما سجن البطل نامي حراب الذي قدم أقوى التضحيات وأفضلها. ناصر المحمد نقول لك باسم الأمة وباسم الأحرار بل باسم السور الخامس، أصحاب العقول المتيقظة وأصحاب الضمائر الحية الذين يمثلون أبناء الشعب الكويتي قاطبة بكل فئاتهم. اليوم حنا نشعر بهذا التمازج الغير طبيعي. قسما بالله اليوم نرتفع بالوحدة الوطنية، سنة شيعة حضر بدو. اليوم إذا نفتخر فحنا نفتخر بهذه الوحدة. اليوم إذا لنا فخر فهي عزتنا وكرامتنا بهذه الوحدة اللي تمثلت بأبهى صورها ب2/8 في بيت القرين، في دواوين الاثنين، لما قدموا أبناء الشعب الكويتي كامل التضحيات وكامل العطاء، عندما أثبتنا بأن ولائنا للشرعية الدستورية لا مثيل له، سواء من كانوا داخل الكويت واللي عانوا من ذل الاحتلال واللي مارسوا العصيان المدني
واللي أعلنوا أن الكويت حرة من على أسطح المنازل، ومن كانوا خارج الكويت عندما سطروا بأحرف من نور في مؤتمر جدة تمسكهم بالشرعية ده ممثلة بسمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، واللي كان امتداده بطل التحرير الشيخ سعد العبد الله طيب الله ثراه، واللي امتدادهم الشيخ صباح الأحمد حفظه الله. نعم، نقول لهؤلاء، نقول للشيخ جابر، نقول لسعد العبد الله، نقول لصباح الأحمد نعم باسم الأمة، ونقول ناصر الأحمد ناصر المحمد لا وألف لا. اليوم حنا خلافنا ما هو كما يحاول أن يصور الإعلام الفاسد أنه مع صاحب السمو الأمير حفظه الله، لا، خلافنا اليوم نقوله ورؤوسنا مكشوفة. من سعى إلى تخريب البلد، من سعى إلى الملاحقة السياسية وسجن الأحرار، من سعى إلى تفريق الدستور، من ضرب الناس والمواطنين ونواب الأمة بالهراوات وبالعصي. احنا هذا الكلام قلناه ونقوله ونعيده ونكرره، وقسما بالله أن قاعة عبد الله السالم لم عد تستوعبنا مع ناصر المحمد رئيس الوزراء. وسنحتفل بإذن الله في الديوانية اللي اعتقدوا أنهم أهانوا كرامة الأمة فيها بإذن الله. وأقول لجمعان الحربش يا أبو عبد الله بإذن الله ابشر بأن بعد أن نسقط حكومة ناصر محمد ب 24 ساعة سنحتفل في ديوانيتك بهذا الانتصار. شر الإعلام الفاسد دمر البلد، سجن الأحرار، أهان كرامة الأمة. يطلع لي واحد اليوم من هالتعيسين يقول والله أنا عندي جنطة بروح أجيبها في ساحة الصفاه عشان أشتري كل شخص ب15 دينار. أقول له خيب الله رجاك، مذيع وسكران وماسكينك الساعة 3 ومحلي. وانا اقول لناصر المحمد خذها مني، اقول عندما يدافع عنك هذا المذيع السكران اقول كفوك، هذه اخرتك. اصبح الاعلام الفاسد اصبح هو اللي يدافع عنك، هل اصبحت الان كرامة الأمة تواجهها بالإعلام الفاسد الخربان التلفان؟ أنا قاعد أشوف الآن وأنا أشعر بفخر. الآن الساعة حنا 10:10 وقاعدين والأعداد تزايد تصل إلى 5000 من شباب الأمة يمثلون أبناء الكويت، يمثلون أحرار الكويت، يمثلون كرامة الكويت، يمثلون السور الخامس، سور الأبطال والأحرار في هذا البلد. ترى باكر حضوركم يا أبناء السور الخامس، حضوركم ضروري، تواجدكم مهم. والله لو يحصل الوقت ونتفق على هذا الوقت يا عيب على اللي ما يقعد وياكم للصبح يروح المجلس الأمة. اليوم ما راح نسكت ولا راح نقبل بحكومة ناصر المحمد ولا بناصر المحمد، ما راح نقبل فيهم. هذا اللي كل شيء سوى في البلد. أنا بقول لكم شغلة الآن، أنا بقول لكم شغلة وحنا ندعوكم. أول شيء قضية الخرافي اللي الآن هم طبعا مطوقين مجلس الأمة بالقوات الخاصة، ما في شك في ذلك، وحنا نعرف أن هذا الأمر تم بموافقة جاسم الخرافي اللي يسوي نفسه ما يدري عن شيء.
لكن حنا نقول لكم الصبح بإذن الله الساعة 8 راح تلقونا عند الأبواب ننتظركم. وأنا أدعو إخواني نواب الأمة، لأن حنا نعرف وجربنا وعرفنا وتأكدنا وتيقنا أن قسما بالله أن بدونكم ما نسوى شيء. والله بدون قلوبكم الحرة وضمائركم الحية وعقولكم المتيقظة وإيدينكم النظيفة والله ما نسوى شيء. وقسما بالله كل ما تذكرناكم وحنا في قاعة عبد الله السالم أن بالفعل نصير مثل الشياطين دفاعا عن الحق. وإذا صارت سرية حنا نقول لكم، وهذا اعتبروه انذار لهم، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. النائب اللي وافق على السرية اطردوه من دواوينكم. ما استحى وطردتكم من مجلس الأمة، بيت الشعب بيت الأمة، فمن باب أولى انكم تقولون له من باكر اللي يطردنا من مجلس الأمة عندما يحول الجلسة إلى سرية سنطرده من دواويننا، دواوين الأحرار والشرفاء. خلوهم يدفعون الثمن، خلوهم يعرفون أن الله حق، خلي يعرفون أن الأمة ما تنسى وأن الأمة هي أمة الأحرار. أحمد عرابي لما وقف أمام الخديوي وكان يعتقد وهو عسكري لما دخلوه بالبروتوكول قالوا مطلوب منك أن تلتزم بالبروتوكول وهو أن تنحني أمام الملك، ولم يفعل. وعندما سئل لماذا لم تنحني أمام الملك قال كنت أتمنى ولكن 18 مليون مصري يشدوني من ظهري. حنا قاعدين اليوم نستشعر بالعزة والكرامة، اليوم نعلن سقوط ناصر المحمد، اليوم نقول له وبالفم المليان، وحنا بين ربعنا وجماعتنا، بين البدو والحضر والسنة والشيعة، بين من يمثل الوحدة الوطنية، بين عزوتنا وربعنا، بين اللي متى ما بغيناهم افزعوا للدستور والوحدة الوطنية.